السلام عليكم ويسعد أيامكم يا رب. نتابع اليوم في الحلقة الثانية من الرد على دان جيبسون في خرافته التي زعم فيها أن مكة الحالية التي فيها الكعبة هي ليست مهد الإسلام وليست مهد محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الكعبة كانت موجودة في البتراء في الأردن عند الأنباط، يعني عند الغساسنة. فهل هذا الكلام صحيح؟ طبعا أنا تركتكم في الحلقة الأولى ونحن نتحدث عن سفر التكوين، عن نسب أولاد سيدي إسماعيل عليه السلام، وأنا قلت أنه نبايوت البكر أو قيدار رقم 2، أدبائيل رقم 3، ومبسام رقم 4. ما يهمنا من السلسلة هو فقط سيدي قيدار عليه السلام الذي هو جد محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ببساطة قيدار هو جد العدنانيين اللي هن العرب العاربة، اللي هن العرب الأصيلين، العرب الأصلاء. وسيدي محمد معروف باسم النبي العدنان لأنه ينتسب إلى العدنانيين. فالعدنانيين كانوا في هذه المنطقة في الحجاز شبه الجزيرة العربية، بينما الغسانيين كانوا في الأردن عند الأنباط. ولكن هو دان جيبسون يأبى إلا أن يخلط الأوراق ببعضها، وفي فرق كتير كبير على فكرة بين الأنباط كعرب، بالفعل هن الأنباط عرب ولكن مو مثل عروبة العرب الذين كانوا في شبه الجزيرة العربية، فهناك جرهم وقريش هن عرب أقحاح على فكرة. بينما بالنسبة للأنباط رغم أنه ملكهم اسمه الحارس الثاني وفي عنا الحارس الثالث، ولكن هن ميونانين، معجبين كتير بالحضارة الهيلينستية. هن ميونانين بمعنى انه الملك الحارس اعجب كثير بالحضاره الرومانيه والهيلينستيه وكان عنده كثير اعداد كبيره منهم، فهن اللي صمموا له الخزنه على الطراز الروماني والبناء الروماني اللي هن طبعا اخذينه من الاغريق، لانه الاغريق هن اجداد الرومان، وبالتالي فهن عرب ولكن مختلفة أسماءهم، مختلفة أسماء معابدهم، مختلفة طريقة عبادتهم، مختلفين جدا على فكرة. هن غساسنة. وبالمناسبة الملوك الأنباط ملوك حكموا دمشق أيضا، امتد حكمهم إلى دمشق. الآن الأنباط سنتحدث عنهم فيما بعد. خلونا هلأ شوي في فرع سيدي إسماعيل عليه السلام في الكتاب المقدس. يقول الله تعالى لليهود في التثنية، وانتبهوا أرجوكم: هم أثاروا غيرتي بما ليس إلها، فأنا سوف أغيظهم بما ليس شعبا، سوف أغيظهم بأمة أمية. انتبهتوا إلى هذا الكلام؟ بأمة أمية سوف أغيظهم. من هي الأمة الأمية التي سوف يغيظهم بها رب العالمين؟ انظروا جغرافيا إلى المكان. اليونان ما لهم أمة أمية، هن ملوك الفلسفة. الهند والفرس ما لهم أمية، هن ملوك القص والرواية. الأمة الأمية التي لا تحسب ولا تكتب هي الأمة العربية اللي موجودة حصرا في شبه الجزيرة العربية في منطقة الحجاز. ليه؟ لأنه الأنباط بيكتبوا ومثقفين وبيحكوا يوناني وبيحكوا أرامي نبطي وبيحكوا اللغة العربية اللي هي العربية النبطية اللي على طريقتهم مو على طريقة أهل الحجاز كمان. شفتوا كيف الأمور مرتبطة ببعضها البعض؟ إذا رب العالمين عم قل لهم: وبأمة أمية سوف أغيظكم. وبالفعل غاض بالأمة العربية التي خرج من نسلها محمد عليه الصلاة والسلام، فانتقل ملكوت السماوات أي الشريعة أي صهيون التي هي مركز ديني وليست مركز جغرافي باعتراف الكتاب المقدس نفسه. انتقلت صهيون إلى مكة فأصبحت العاصمة الروحية لله سبحانه وتعالى. التثنية أيضا 18 سأقيم لهم من وسط إخوتهم نبيا مثلك يا موسى، سأضع كلامي في فمه وسيخبركم بكل ما أوصيه به وأوحيه. من هو الذي سيقوم في بني إسرائيل من وسط إخوتهم؟ لو أراد الله تعالى أن يكون من وسطهم لقال من وسطكم، بل قال من وسط إخوتكم. من هو الفرع الثاني اللي هو أخوه لسيدنا إسحاق؟ الفرع الثاني اللي هو أخوه لسيدنا إسحاق اللي إجا منه بعدين طبعا يعقوب عليهما السلام هو الفرع الإسماعيلي، هو فرع إسماعيل. إذا من وسط إخوتكم يعني من إسماعيل. طب عطونا دليل كمان، هذا ما بيأدي التثنية 18 لأنه في ناس بيقولوا إنه من وسط إخوتهم إنه عيسى، ولكن عيسى عليه السلام مو من وسط إخوتهم، من وسطهم نبي إسرائيلي يهودي. مريم عليها السلام السيدة الطاهرة العذراء يهودية، مريم يهودية، لذلك هي من وسط بني إسرائيل، من وسط اليهود. وسيدي عيسى ليس من وسط إخوتهم، هو من وسطهم. من وسط إخوتهم بده يقتضي فرع ثاني، يعني فرع سيدي إسماعيل عليه السلام. مثلك يا موسى، موسى له خصائص معينة كنبي. موسى جاء بشريعة جديدة،
موسى نبي محارب، حارب. موسى تزوج وله ذرية. سيدي عيسى لم يأتي بشريعة جديدة بحسب قول سيدي عيسى تماما في إنجيل متى، إنما بعثت للخراف الضالة من بني إسرائيل، ما بعثت لأنقض ناموس موسى والأنبياء، وإنما بعثت لأتمم. وأيضا في مكة قال لتلاميذه إلى لا تذهبوا، وإلى مدن للسامريين لا تنطلقوا، لكن هن خالفوا، راحوا لأمم وراحوا لمدن السامريين. إذا من هي الأمة الأمية التي أغاض الله سبحانه وتعالى شعب إسرائيل فيها؟ هي الأمة العربية من شبه الجزيرة العربية. في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الجمعة 2. أما بالنسبة لسيدي إسماعيل فقد قال الله في التكوين: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، فها أنا ذا أباركه وأثمره وأكثره وأجعله أمة كبيرة. تكوين 20:17. وقال لهاجر وقال لها: قومي احملي الغلام وشدي أزرك به لأني سأجعله أمة عظيمة. وفي التكوين أيضا: وابن الجارية سأجعله أيضا أمة عظيمة لأنه من نسلك. إذا بات واضحا أن الفرع الثاني اللي بده يغيظ رب العالمين في بني إسرائيل هو ابن الجارية رضي الله عنها السيدة هاجر، هو إسماعيل عليه السلام الذي هو جد سيدي محمد عليه الصلاة والسلام. الآن قبل أن أنهي ذلك الكلام طبعا له تتمة في الكتاب المقدس، سأوضح لكم أن مكة المكرمة موجود ذكرى في الكتاب المقدس نفسه، وبأنها وادي جاف، وبأنها ليست وادي البكاء، مو كراينج فالي ولا ويبينج فالي. مثل ما قلت لكم رح أحط لكم الرابط اللي أنا عاملة حلقة عن مكة وذكرى في الكتاب المقدس، ولماذا هي مكة تبع شبه الجزيرة العربية اللي بقلبها هلا الكعبة. طبعا أنا الحلقات عم تكون قصيرة لحتى ما تملوا، لحتى يكون الأدلة كتير مريحة بالنسبة لكم، ومو بس هيك تراجعوا من بعدي تشوفوا هالكلام صحيح ولا لا. في كتابه حكام مكة يقدم المؤرخ جيرالد ديغوري الذي ترجم هذا الكتاب محمد شهاب طبعا، يقدم لنا وصف جغرافي لمكة وللكعبة حلو كتير. الحجاز هي الأرض الحاجزية، فهي نتوء كبير بارز فوق سطح الأرض تتخلله تجاويف قليلة مزينة ببعض الأشجار من النخيل. فوق الهضبة دوائر ضخمة من صخور حمم بركانية نتيجة براكين قديمة، وبالتالي فإن قطع البازلت السوداء منتشرة وبكثرة فوق السطح كأنها من حديد. والبراكين في العصور القديمة من شبه الجزيرة كانت ما تزال ناشطة تقذف بحممها. انتبهوا الآن، يقول جيرالد ديغوري: كانت مكة مثل أختها الطائف محطة على طريق القوافل على كتف الهضبة، كانت مكانا مقدسا ومعبدا فيه الكعبة، وقد ذكر ذلك الأزرقي في تاريخ مكة. يقول جيرالد ديغوري: كانت القبائل المسافرة تترك في مكة عند الكعبة أشياءهم التعبدية، لذلك أصبحت الكعبة محجا لكل الناس آنذاك، بينما اليهودية كانت فقط في اليمن ونجران. الآن ذكر مكة في أقدم تاريخ عند المؤرخ القديم جدا هيرودوت، واللي درس تاريخ حافظ هيرودوت بصم: إن العرب عبدوا العزة واللات. والكلام لهيرودوت الذي أورده غوري: إن العرب عبدوا العزة واللات. الأول هو نظير باخوس، أما الآخر فهو إلهة امرأة هي اللات وهي أورانيا نفسها، وكان مركزها، وانتبهوا أرجوكم، مركز الإلهة اللات كانت موضوعة على هضبة في الطائف شرق مكة بخطوات، وقد سمى بطليموس مكة المكرمة مكرابة. وانتبهوا هلا جبت لكم مؤرخ ثاني اسمه بطليموس مسمي مكة مكرابة، وهي كلمة بلغة أهل سبأ العرب تعني مقربة أو مقربة. مكرابة مقربة إلى الله أي مقدسة.
مع أنه بعض المؤرخين تحفظوا على هالاسم وقالوا ما بيقبلوا فيه. ولكن بطليموس الشاهد أنه ذكر مكة. يقول بطليموس: انتبهوا، كان الناس يحجون إلى مكة في الكعبة في وقت محدد من فصل الخريف باتفاق متبادل، وعند الوصول إلى بيت الله فإن الحجاج ينزعون ملابسهم المتسخة بالآثام ويطوفون حولها ويهرولون بين، انتبهوا جغرافيا، بين الصفا والمروة. هكذا يقول المؤرخ بطليموس، كانوا يهرولون أين؟ بين الصفا والمروة. وين الصفا والمروة بالبتراء؟ جغرافية المكان واضحة. ويرمون الحجارة عند منى، هكذا يقول بطليموس. منى في البتراء. يقول بطليموس: كان هناك أيضا سوق سنوية هي سوق عكاظ الشعرية تعقد في مكان، وانتبهوا أيضا بين مكة والطائف، تعقد في واحة من نخيل، وهي جغرافيا انتبهوا بين وادي مر شمال مكة وبين الطائف وبين ميناء الشعيبة اللي هي الآن جدة. عطاك تضاريس جغرافية، حددت لك المكان بالذات وين مكة اللي الناس كانوا يحجوا عليها، والكلام مو إلي لبطليموس. ويقول جيرال ديغوري: تبدأ المرحلة الثانية في القرن الخامس الميلادي، طبعا في كتابه حكام مكة، ونرى مكة تظهر متألقة كمركز تجاري، بل من أهم المراكز التجارية في الجزيرة العربية. ويضيف ديغوري: وبقيت كذلك حتى قيام محمد بنشر دعوته. وقد حكى عن مكة أيضا المؤرخ الروماني الشهير سترابو بال24 قبل الميلاد. وفي عنا كوسان دي بيرسيغال في كتابه تاريخ العرب، ذكر أيضا أين سكنت قبائل جرهم جغرافيا التي نازعتها قريش السيادة وأخذتها منها وسيدي محمد من قريش في مكة الحالية. وأورد أثبتكم في كتابه تاريخ العرب، وهو موجود طبعا، حدد البقعة الجغرافية التي حدثت فيها النزاعات بين القبيلتين. الآن سأنهي، لأني لا أريد كما وعدتكم أن أطيل عليكم، سأنهي فأقول سأثبت لكم الآن بطريقة مثل بسيط كتير مكان محمد الجغرافي هو مكة الحالية من خلال جبل الحجون. شو دخلوا جبل الحجون بالموضوع؟ تعرفوا في شيء اسمه دار الندوة بمكة، شيدها قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، وهو الجد الخامس للرسول عليه الصلاة والسلام، زعيم قرشي مهاب قوي الشخصية، عاش في القرن الخامس الميلادي. ودار الندوة بابها باتجاه الكعبة، وهي دار شورى، وهي نادي للقرشيين يتشاورون فيها، ممنوع دخولها لمن كان دون 40. قصي الآن مدفون في الحجون، في جبل الحجون، وهو جبل بأعلى مكة على بعد 2 كيلومتر من البيت الحرام، وذلك كما أورد دكتور عبد العزيز سالم في كتابه تاريخ العرب قبل الإسلام، ووافقه على ذلك دكتور أحمد سباعي في كتاب تاريخ مكة. وأيضا في عنا هاشم ابن عبد مناف الذي سن الرحلتين القرشيتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. وأنا أسألكم بالله عليكم، رحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. الصيف بيروحوا على الشام، وبالشتاء بيروحوا على اليمن والحبشة. لو كانوا موجودين هنا أصلا ببلاد الشام اللي هي البتراء، أو اللي البتراء جزء منها، شو اللي بده يخليهم يعملوا رحلتين، واحدة بعيدة والثانية أبعد منها، رحلتين وذكرهم القرآن الكريم؟ السؤال برسمكم أنتم يا من تريدون الحقيقة.